أهلا بكم يا جماعة. في الفيديو ده هشرح لكم ليه مش قادرين توصلوا ساعتكم الذكية الصينية بالأوفين، والنصايح اللي هقولها دلوقتي هتساعد في أغلب الحالات، وبنصح أي حد عنده التطبيق مثبت إنه يشيله ويثبته من جديد. عشان تقدروا تمشوا معي خطوة بخطوة زي ما بعرض في الفيديو. أول حاجة لازم تعرفوا هي الساعة دي بتشتغل مع أنهي تطبيق. لو مش عارفين، بصوا في دليل الاستخدام أو على علبة الساعة، عادة بيقوا مكتوب اسم التطبيق وشعاره. لو برضو مش عارفين، افتحوا الساعة ودوروا على QR كود في القائمة الرئيسية أو الإعدادات. صور الكود بكاميرا الآيفون، وهي تلقوا لينك يظهر تحت، اضغطوا عليه وروحوا لصفحة التحميل واختاروا أب ستور ونزلوا التطبيق. أول ما تفتحوا التطبيق، هيطلب منكم تشغيل إذن البلوتوث، وده لازم توافقوا عليه. بعد كده هيظهر إذن تتبع، اختاروا عدم التتبع. وبعدين هيظهر إذن خاص بالصحة، أنا شخصيا بختار عدم السماح، بس ده بيرجع ليكم. في أغلب التطبيقات بيظهر صفحة تسجيل حساب، تقدروا تحطوا الإيميل، وأنا عن نفسي بختار تخطي. بعد ما تدخلوا على واجهة التطبيق، اتأكدوا إن البلوتوث شغال. افتحوا الإعدادات، ودوروا على ربط أو توصيل جهاز، ووصلوا الساعة. لو لأي سبب الساعة مش ظهرت في القائمة، قدامكم حلين. أول حل، تعملوا فورمات أو إعادة ضبط مصنع للساعة. هتلقوا الاختيار ده في القائمة الرئيسية أو الإعدادات. تاني حل، لو قبل كده حاولتوا توصل الساعة بالموبايل، ادخلوا على إعدادات البلوتوث في الآيفون وشوفوا لو الساعة لسه موجودة ضمن الأجهزة المحفوظة. لو موجودة، اختاروا نسيان هذا الجهاز، وبعدها اعملوا بحث من التطبيق من جديد. بعد ما الساعة تتوصل، هيظهر لكم إشعار ربط بلوتوث، لازم توافقوا عليه. وهيظهر إشعار تاني عشان تسمحوا للساعة تستقبل إشعارات الآيفون، وده كمان لازم توافقوا عليه. بعد كده هنروحوا على خيار الإشعارات أو الرسائل. افتحوه، واختاروا التطبيقات اللي عايزين الإشعارات توصلكم منها. فعلوا اللي محتاجينه وارجعوا للخلف.